الكلام اللي قاله كابتن سيد ده هو المنطقي دلوقتي في حاله النادي الاهلي. لكن انت هتواجهه ازاي؟ يعني الزمالك يواجهه ازاي؟ الاهلي دلوقتي بيجيد اللعب في ظهر الديفنس، بيجيد الثرو باص بشكل واضح جدا. بقى عنده تحركات كتير في خط الهجوم، كهربا بقى فارق جدا، تحرك على الطرفين ويفتح مساحات لزمايله، والكلام ده ظهر الماتش اللي فات. هتواجه ده ازاي؟ هل لو فيريرا هيدي تعليمات مثلا لدونجا يقرب شويه من الدفاع، يبقى قدامهم عامل بلوك كده قدامهم؟ لو الزمالك هيلعب 3 في خط الظهر، هو لو لعب 3 في خط الظهر هتقلل المشاكل الدفاعيه بالنسبه لنادي الزمالك، وفي نفس الوقت محتاجه مجهود كبير قدام. طبعا هي محتاجه مجهود كبير قدام، وخصوصا ان يعني هو الزمالك بيلعب على الحته ديت دايما، او الراجل بيلعب على الحته ديت دايما. تحركات سيف لو الماتش مفتوح، وخصوصا ماتشات الاهلي دايما هو بيعملها بشكل كويس الصراحه. سيف الجزيري بيعملها بشكل كويس جدا. لو الملعب مفتوح هيسبب مشاكل كبيره جدا للنادي الاهلي برضه في خط ظهره، خصوصا لو الاهلي عنده غيابات في خط الظهر. عدم وجود محمد عبد المنعم هيفرق كتير جدا. محمود متولي ايوه الاثنين اللي بيلعبوا، انا قصدي يعني هو متولي موقوف. انا بتكلم في اللي هو عبد المنعم لو مش موجود عشان هو مصاب وممكن يلعب وممكن ما يلعبش، لكن متولي موقوف. لكن انت لو حطيت هاني جنب رامي الاثنين لا هتبقى مشكله، وهاني ما لعبش الحته دي بقى له فتره، هتبقى مشكله. دي فرصه لسيف. هو سيد بيتكلم طبعا في ان الناس اللي رجلها في الملعب تبقى اقرب، دي انا معاه فيها طبعا، لكن وجود خالد عبد الفتاح حسين لا انا بتكلم في الديفنس. خالد عبد الفتاح، ولو محمد هاني ورامي ربيعه وعلي معلول، هيبقى في مشكله للاهلي في الحته الدفاعيه، مساله الانسجام بينهم يعني. طبعا هتبقى في مشكله، وخصوصا الكرات يعني العرضيه كمان. انت بتتكلم برضو في الجبهه اليمين بتاعت الاهلي. لو الزمالك بيلعب بشكل يعني لو فتوح موجود في الماتش دوت والكلام ده، يعني هو بادئ، هيسبب مشكله في الحته ديت برضو بالنسبه للنادي الاهلي. لو الزمالك بيلعب 3، انا بكلمك لو الزمالك بيلعب 3. مشكله لو هاني مش باك رايت. ما انا هو هاني كمان هجوميا، لو هاني دخل سيرد باك، انت بتتكلم هاني هجوميا كمان هيبقى فارق مع الاهلي بشكل كبير، وخلاص هو لعب الماتشات دي كتير وعنده الجرأه وبيروح ورجله. الكابتن سيد شايف لو عبد المنعم مش هيبقى موجود هاني يلعب سيرد باك، انت شايف نفس هو بص، انا بالنسبه لي يعني بالنسبه لي في الماتشات ديت ما جازفش بيها، احط واحد في مكانه هو اكتر. يعني تبدا بايمن اللي غايب بقاله فتره مكانه، يعني هو مكانه، يعني انا بالنسبه لي مكانه. ايمن ما لعبش طول السنه. هو برضه في نفس يعني الوقفه هتبقى ازاي، يعني الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. لو لعيب واحد دخل، يعني لو لعيب واحد دخل على الفرقه جديد هيشيل، وايمن مش لعيب صغير خلي بالك، يعني ايمن لعيب خبراته وبتاع، واكيد تمرينه بيتمرن بشكل كويس، فهيبقى موجود عادي ما فيش مشكله. بس سؤال برضه، نقطه ملاحظه، ان هو لو هو هيعتمد عليك اداله ماتش سموحه. لا يعني وحتى هو غير بالسرد كان عنده وقت. السرد باكات بتاع النادي الاهلي خلال الماتشات غاب منهم ناس كتيره جدا. الوحيد اللي ما خدش هو ايمن. كان ايمن يعني كلهم خدوا، يعني حتى في كلام ان راح الاتحاد السكندري حتى مؤخرا. لا انا بقول انا بفضل كده، انا مش يعني هو طبعا الراجل هو دماغه حاجه تاني، وبيشتغل باللي هو عايزه او اللي هينفعه او اللي شايف اللي هو هيفيده يعني. لكن في الاول وفي الاخر هي خلي بالك، ده لعب هي ظروف ماتش ومواقف ماتش وحاله اللعيب او يوم الماتش، ليله الماتش ويوم الماتش تبقى مركز انت عايز ايه، انت عايز ايه من الماتش، حالتك ايه الفنيه والبدنيه وتركيزك، التفاصيل الصغيره هتفرق جدا. مين اكتر لعيب هتعمل له حساب في ماتش زي ده لو انت بتمرن الزمالك؟ لو انا بمرن الزمالك اكتر لعيب هيعمل له حساب، لعيب او اتنين يعني، مين اللي هتعمل لهم حساب كبير قوي؟ هو الجبهه الشمال بتاعت النادي الاهلي بس. علي معلول واحمد عبد القادر اكتر من ناحيه هاني وحسين كتير جدا. يعني هما الاثنين بيشتغلوا بشكل كويس جدا مع بعض، وخصوصا اما احمد عبد القادر بيخش جوه الملعب ويفتح لعلي الخط، حتى بيشتغلوا في الحاجات الوان تو هات بشكل كويس جدا، وعلي بيعمل الباص وبيتحرك نموذج، واحمد عبد القادر بيساعده من اللعيبه اللي برضو اللي بيلعبوا الباكات اللي جنبيهم. فدي ممكن تعمل مشكله بالنسبه للزمالك. لكن لو الزمالك واقف برضو ب3، هكلمك لو 3 هتلاقي علي هتلاقي المسلوسي قافل في الحته دي كويس، مع نيمار قافل فيها بشكل كويس، وكمان وجود زيزو ونيمار ناحيه اليمين هيبقى مسبب مشكله. هيبقى على علي اكبر، هيبقى عبء، وانت خلاص انت بجبهه قويه قصاد جبهه قويه، واللي فايق هيبقى بالنسبه له الموضوع احسن يعني. بس هنا هيحل اللوغاريتم ده كهربا، يعني اللي انت بتقوله ده سليم،
بس في وجود كهربا اللي بيتحرك كتير وبيدي مساحات كتير لو الزمالك بيلعب 3 برضه هتبقى مشكله للاهلي لو كهربا اللي هيلعب راس حرب. انت اقرب من الزمالك يلعب 3 ورا، انا اقرب يضيق المساحات، ضيق مساحات. بس هو انت بتتكلم في كهربا متحرك. لو الزمالك بيلعب 3 هتسبب مشكله للاهلي في ان هو كهربا متحرك وبينزل كتير والكلام ده. لو هيلعب هيبقى موجود، فهتلاقي في الاهلي في الحاجات العرضيات والكلام دوت مش موجود. يعني انت اما علي معلول بيعمل كورسات او مثلا محمد هاني، كنت بتلاقي شريف على طول جوه ال 18 بشكل تمام. كبير جدا مكمل. هو ده ستايل لعب الاهلي على طول او على مدار السنين اللي فاتت. يعني الاهلي ما بيلعبش فيرود متحرك دي خالص. يعني فيرود صندوق بالنسبه له ده الاقرب يعني.